أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنك أنت العزيز الغفار. إننا وفي بداية هذا الشهر العظيم وفي بداية هذا الشهر الكريم، إذ أننا مطالب كل مسلم فينا أن يتقي الله جل وعلا في هذا الشهر العظيم الذي ما هو إلا عبارة عن مطهر لكل مسلم فينا ولكل مؤمن فينا. إذن هذه محطة عجيبة للمؤمن وللمسلم إذا أراد أن يقوي وأن يتقي الله، أن يقوي الاتصال بالله جل وعلا. فعلينا أن ننتهز وأن نستثمر هذا الشهر العظيم الذي هو شهر كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل ليلة من شهر رمضان المبارك. إذن علينا أن نستقبل هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل، بنية صافية وبقلب طاهر عند الله جل وعلا. وعلينا الأوبة والتوبة والعودة إلى الله جل وعلا. إذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغفر الله جل وعلا في اليوم 100 مرة، وفي رواية في اليوم 70 مرة، فكيف بنا نحن الذين قد غطتنا الأوزار والآثام إلا من رحم ربي وقليل ما هم. إذن هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل، علينا أن نستقبله بتوبة إلى الله جل وعلا وبعودة إلى الله جل وعلا. إذن علينا أن نقوي الاتصال بالله جل وعلا، لأن هذا الشهر العظيم قد استقبله أهل الكفر والطغيان، استقبله أهل الكفر والطغيان، إن كان في إيطاليا وإن كان في ألمانيا وإن كان في الجزائر، بالحرب أو بإعلان الحرب على دين الله جل وعلا، وإن كان في هذه البلاد. إذن علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نتقرب إلى الله جل وعلا كي لا يتجرأ الأقزام على دين الله جل وعلا. لو كان كل منا ولو كان كل فينا قد صام شهر رمضان المبارك على مراد الله جل وعلا وعلى مراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن على كل مسلم فينا وعلى كل مؤمن فينا أن يراجع نفسه بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن علينا بالعودة والأوبة والتوبة إلى الله جل وعلا. وإني أنصح نفسي أولا وأنصح نفسي ثانيا، ولا سيما بين هذا وذاك، أنصحكم إخوتي في الله أحبتي في الله بالعودة والتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. فبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا.